السلام عليكم. يعني اولا انا بشكر كل اللي وقف في موضوع الحاجة سعدية. وطبعا ده اللي يدل عن هناك تكاتف بين المجتمع وبين الناس، وان عبد الله المنزلاوي لو كان قتل الإنسانية زي ما بيقولوا والتعاون بخنجر، لا، اللي حصل ده أكبر دليل على إن الناس لسه عند وعيها، وإن التكاتف اللي حصل ده دليل وعي المجتمع المصري. مفيش كلام بجد يتقال ولا في كلام يتوصف، إلا لكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام. اللي أنا عايز بس أقوله للناس حبايبنا، أنا طبعا جات لي رسائل كتيرة جدا، وناس كتيرة جدا اتصلوا علينا وبيباركوا لنا، وناس كتيرة جدا بيقولوا لا احنا السبب الرئيسي. لا والله، احنا نعتبر جزء منكم، واللي احنا قدمناه يعني مش كتير زي اللي عملوا ناس كتير. يعني احنا اللي احنا قدمناه ده شيء بسيط، وده يعتبر واجب على كل مصري. فانا بشكركم بنفسي وبقول لكم يا جماعه الف شكر، والناس اللي عملت لنا منشن، والناس اللي اتصلت، والناس اللي بعتت رسائل. انا والله يعني بجد والله نفسي ارد على كل الرسائل وكل المنشن اللي جالنا وكل الصور اللي جات لنا، لكن اعذروني والله، احنا بنحاول نعمل قدر المستطاع. وطبعا انتم مقدرين حاجه زي كده. الحمد لله الجزء الاول والقبض على الجاني عبد الله تم باذن الله تعالى. كلنا نفرح بوجود العامه سعديه معانا. انا بشكركم كمان مره وبقول لكم يا جماعه لكم جزيل الشكر. واللي تم والله مش محمود بس اللي عمله، ولا صفحه اعفاء بس، بالعكس ناس كتيره جدا شاركوا في امور تانية كتير. فبشكركم كمان مره يا جماعه، وارجوكم يعني ما في يعني الناس اللي بعتت واللي عملت واللي شكرت، والله احنا جزء بسيط منكم، احنا جزء بسيط منكم، وانتم السبب الرئيسي. طبعا بعد الفضل الله عز وجل اولا، والتكاتف اللي حصل بين المجتمع وبين مؤسسات الدوله كان نتج في الاخير بشيء مشرف زي كده. انتم بجد السفراء لبلدنا، وانتم بجد السفراء للناس المحترمه. مفيش كلمات بجد توفي حقكم علينا. وانا بعيد واكرر تاني، ان كانت حمله اعفاء او محمود او اي حد ينضم لحمله اعفاء، احنا جزء بسيط منكم، ومفيش حاجه بنعملها وبننجح فيها الا بتكونوا انتم السبب الرئيسي فيها. فلكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام. وموضوع يا جماعه السفير ولا السفير، انتم والله السفراء، احنا جزء منكم بسيط جدا، واي حاجه بنعملها بننجح فيها انتم السبب. وانا والله مقدر حب الناس لينا، والحب الاخوي طبعا اللي بينا ده انا مقدره، ومفيش كلام بجد يعني يوفي حقكم علينا. فلكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير.